أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نشرع ببحث جديد. تعريف القرآن السلفي السني ثابت بالتواتر قطعا، قد ذهب منه قرآن كثير، الروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى، فلا تكفر الناس يا أرجاس يا حمير، كما وصفكم ابن عمر تنصد كأنك حمار وقد صدق. تنصد كأنك حمار وقد صدق. المصدر الأول كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. فضائل القرآن للقاسم بن سلام المتوفي سنة 224 هجري قبل البخاري. قال ابن عمر: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. ماذا ذهب منه؟ قد ذهب منه قرآن كثير. قرآن كثير. الكلام عن أي شيء؟ عن القرآن، عن السور، عن الآيات. قد ذهب منه قرآن كثير، حرق، أتلف، ضيع. لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر منه، قد حفظت ما ظهر من القرآن، ما وصلني من القرآن، ما ظهر لي أنه من القرآن. في سنن سعيد بن منصور، في سنن سعيد الجزء الثاني صفحة 432 رقم الحديث 140. سنن سعيد بن منصور عن ابن عمر: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن يقول أخذنا ما ظهر منه. وفي الهامش: هذا الأثر نقله السيوطي في الاتقان وسكت عنه، مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. هذا الأثر نقله السيوطي في الاتقان وسكت عنه، مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. ابن عمر في القرن الأول المتوفي في سنة 73 أو 74 هجري قال بهذا القول، ونقله ابن منصور في سننه، ونقله السيوطي وسكت عنه، ونقله باقي المفسرين والكثير من المحدثين على طول الزمان. والسيوطي في سنة 911 هجري. يأتي بعد كل هذا الزمان، بعد 1200 عام، بعد أكثر من 1200 عام، يأتي الحمير مثل الآلوسي وصاحب التعليق هنا وصاحب التعليق النفيس، ونأتي بأخذ كلام حمار ونترك كل
ما سبق ونترك العقلاء والعقل والمنطق واللغة والعرف وقوانين التفاهم بين الناس وظواهر الكلام ونصوص الكلام والمعنى المتبادر والمعنى المنسبق إلى الذهن، كل هذا يترك ونأتي بأخذ كلام حمار خنزير رجس بهيمة من قطيع الحمير، نأخذ بهذا ونترك كل شيء، نترك الإنسانية والعقل والمنطق والبشر والعرف واللغة والأجيال وابن عمر وابن منصور والسيوطي وغير هؤلاء، نأخذ بكلام الحمير؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ المصدر الثالث في تفسير الآلوسي روح المعاني المتوفي سنة 1270 هجري. في مقدمة التفسير نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي المتوفي سنة 588. نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي ثم للمرتضى الشيعي والطبرسي. إذن الآلوسي ينقل الكلام عن ابن شهر آشوب وعن الطبرسي وعن المرتضى. نقل كلام ابن شهر آشوب من علماء الشيعة ممن يقول بوجود نقص في القرآن، وفي مقابل هذا نقل قول الطبرسي والمرتضى الذي يقول بتمامية القرآن وبعدم وجود التحريف في القرآن. الطبرسي والمرتضى ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيعي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء الآلوسي بهذا المورد وناقشه، هو أراد أن يبطل ما ذكره الطبرسي في بعض الكلام في بعض ما قاله، لكنه كما هو المعتاد دخل في السفسطة والمغالطات والأباطيل، وفي النتيجة وأوقع نفسه في الفخ وأقر على نفسه وعلى مذهبه وعلى السلفية وعلى السنة، أثبت التحريف اليقيني في القرآن، فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة. وقول علماء الشيعة فقهاء الشيعة أقطاب الشيعة قول المفيد القمي المرتضى الطبرسي الذي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي. يقول أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرآنا كما هو موجود بين الدفتين اليوم.
نعم، أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته. يتحدث عن إسقاط قرآن كثير، سور، آيات، كلمات، أحرف من القرآن في زمن أبي بكر. قد أسقط من القرآن، أسقطت الآيات وأسقطت السور وأسقطت الكلمات وأسقطت الحروف من القرآن في زمن أبي بكر. قد أسقط من القرآن ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته. من أين جئت بأنه يوجد آيات نسخت تلاوتها؟ ما هي هذه الآيات التي نسخت تلاوتها؟ هل هذا النسخ، هل هذه التلاوات وهذا النسخ ذكر في القرآن؟ من أين جئت بهذا؟ من أين لك إثبات هذا النسخ؟ من أين لك إثبات هذه التلاوة وبعد هذا إثبات نسخ هذه التلاوة؟ من أين لك أن تثبت الآية أولا التي أسقطت وبعد هذا تثبت أنها منسوخة؟ وما هي الآية التي نسخت هذه الآية؟ اثبت هذا عن النبي، اثبت هذا عن القرآن وفي القرآن، وبعد هذا تحدث عن إسقاط هذه الآيات. وبعد إثبات هذه الآيات والآيات الناسخة لها ائتنا بدليل يثبت أن الوحي قد جاء بالأمر بإسقاط هذه وعدم تسجيل هذه في القرآن. لاحظ، يبرر هذا الشيء المنسوخ والشيء غير المتواتر، يبرر الآيات، يبرر القرآن المنسوخ الذي أسقط، ويبرر القرآن غير المتواتر الذي أسقط. يقول وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضة الأخيرة. إذن هنا يقر بأنه في زمن أبي بكر قد أسقط القرآن غير المتواتر والقرآن المنسوخ. ويأتي نفس السؤال في زمن أبي بكر، كيف يطلب التواتر؟ وما هو التواتر؟ ورواية أبي بكر هي خبر واحد، وجاء في مقابل هذا شهادة علي والعباس وفاطمة والقرآن. لماذا لم يأخذ بالقرآن إذا كان القرآن قد ثبت بالتواتر ورواية أبي بكر هي خبر واحد؟ فهذه باطلة، جزما باطلة، قطعا باطلة. إذا كان القرآن قد ثبت بالتواتر لماذا لم يأخذ بالقرآن؟ فأي تواتر تتحدث عنه؟ الآن أتحدى السلفية والسنة من هذا المقام، أتحدى السلفية والسنة من هذا المقام، السنة والسلفية جميعا والإنس والجن معهم. اثبتوا لنا بأن القرآن الموجود حاليا عندنا بين أيدينا قد ثبت هذا القرآن في زمن أبي بكر. وأنا أتحدى الجميع، كل السنة والسلفية والإنس والجن، في إثبات تواتر هذا القرآن إلى زمن أبي بكر. أتحدى الآلوسي ومن يقول بالآلوسي وأصحاب الآلوسي وأصحاب التعليقات، أتحدى هذا القائل ومن يقول بقوله كل السنة والسلفية والإنس والجن في إثبات تواتر هذه النسخة القرآنية التي بين أيدينا إلى زمن أبي بكر. أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ. من أين لك هذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ ما هي السور والآيات التي لم تتواتر؟ وما هي السور والآيات التي نسخت؟ وما هي السور التي نسختها؟ وما هو الدليل على إسقاط هذه وإسقاط هذه؟ هل القضية بحسب ما يشتهي الإنسان، بحسب الهوى؟ إذن أتلف أبو بكر القرآن، أتلف القرآن. من الذي قال له اتلف الآيات والسور التي نسخت؟ من الذي قال له هذا؟ من الذي كلفه بهذا الأمر، بهذه المهمة بحرق القرآن وإتلاف القرآن؟ هذه تهمة لأبي بكر. الآلوسي يوجه التهمة لأبي بكر بأنه قد أحرق القرآن، أحرق أكثر القرآن والكثير من القرآن
الذي ثبت بخبر الواحد الصحيح والذي نسخ فهو أتلف المنسوخ. فإن ثبت النسخ فأين المنسوخ؟ ولماذا أتلفه أبو بكر؟ وما هو الناسخ؟ إذن للرد على العالم الشيعي المرتضى أو الطبرسي يقول الآلوسي: نعم، أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته، وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ، وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ، وما لم يكن في العرضة الأخيرة، ولم يألو جهدا، لم يألو أبو بكر جهدا عنه في تحقيق ذلك، أي في جمع القرآن المتواتر. فأي تواتر تتحدث عنه؟ هو عثمان كيف جمع القرآن حتى نتحدث عن تواتر؟ فإذا كان متواترا فليحتاج إلى نشر بعد هذا. هو متواتر، هو معلوم بين الناس، بين الصحابة، هو مكشوف بين الناس، هو يقيني بين الناس، بين الصحابة. فأي تواتر تتحدث عنه؟ أي تواتر؟ أين التواتر؟ من أين يأتي التواتر؟ من أين يأتي التواتر؟ هو عثمان كيف جمع القرآن حتى نتحدث عن تواتر؟ في زمن عثمان جمع القرآن المزعوم في زمن الخليفة عثمان، هل فيه تواتر؟ في زمن عثمان جمع القرآن بشاهد واحد وبشاهدين، فأي تواتر تتحدث عنه؟ يقول: إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين. إذا لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين في زمن عثمان، وإذا كان هو القرآن جمع بشاهد واحد وبشاهدين، فكيف تقول بالتواتر؟ فأي تواتر تتحدث عنه؟ وإذا كان هو القرآن المتواتر عند أبي بكر، لماذا لم ينشره في الآفاق؟ لماذا لم ينشره في الآفاق؟ لاحظ هذا الاضطراب والتناقض، هذا هو الباطل. يقول: إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين، فلهذا نسب إليه كما روي عن حميدة بنت يونس، كما روي عن حميدة بنت يونس أن في مصحف عائشة: إن الله وملائكته إلى أن يكمل. التفت جيدا، لاحظ شيء في داخله يحركه والباطل في داخله يكشفه. التفت جيدا. إذا تحدث الآن، سرق الفكرة من العالم الشيعي المرتضى والطبرسي وقال هذا القرآن متواتر إلى زمن أبي بكر، لكن مع هذا هو لم يصل إلى ما قاله، ولا يمكن أن يصل إلى ما قاله المرتضى والطبرسي. العالم الشيعي المرتضى الطبرسي قال في زمن النبي، وأثبت هذا في زمن النبي، قد جمع وألف ودرس وحفظ وقرئ أمام النبي وختم أمام النبي صلى الله على محمد وآل محمد. هذا الآلوسي ماذا فعل؟ دفع القضية إلى زمن أبي بكر وأعطى المبررات الباطلة، لكن أين يذهب؟ لاحظ التراث السني مليء بالتحريف، ليس كالتراث الشيعي بالنسبة إلى التحريف. كما قلت لكم التراث الشيعي يتحدث عن نسبة، نعم موجودة، نسبة كذا نسبة كذا عدد كذا عدد كذا، لكن مصادق التحريف في التراث الشيعي بالنسبة إلى النصوص موارد قليلة لا تقارن مع ما ذكر في التراث وفي الكتب السنية، لا يقارن هذا بهذا أبدا. في التأويلات في التفسير نعم يقال يوجد عند الشيعة بخصوص الولاية، الأئمة، الخلافة، من اغتصب الخلافة، ممن أساء التصرف من الصحابة، مما يقدح في عدالة الصحابة، مما يتوقع لمصير الصحابة وعذاب الصحابة ومصير الصحابة في الآخرة. هذه تأويلات موجودة، أنا أتحدث عن التعريف اللفظي، هذا التأويل والتفسير شيء آخر. إذن هنا لا يوجد مقارنة بين التحريف في التراث الشيعي
التحريف اللفظي زيادة ونقيصة، لا يوجد مقارنة بين التحريف في التراث الشيعي مع التحريف في التراث السني. لا يوجد مقارنة، لا يوجد مقارنة. فحاول الآلوسي دفع القضية إلى زمن أبي بكر ويقول بالتواتر في زمن أبي بكر. من أين لك هذا؟ كيف يمكنك أن تثبت هذا؟ نحن عندنا وصية قرآن وعترة. العترة مصدر تشريع، ما يقوله العترة حجة علينا وعلى الجميع. نحن مع الحجة، العترة حجة، ما يقوله العترة حجة. فهذا القرآن إن ثبتته العترة وقالوا هذا القرآن هو قرآن النبي وفي زمن النبي كما قال المرتضى والطبرسي، فهو حجة. وكل مدعيات السنة والسلفية بقضية جمع القرآن وكتابة القرآن وتنقيط القرآن هي أكذوبة في أكذوبة في أكذوبة في دجل في شيطنة. سرقت كما سرق الآن الآلوسي الفكرة من الطبرسي والمرتضى. إذن القرآن شيعي، القرآن علوي فاطمي، القرآن حسني حسيني، القرآن باقري صادقي، القرآن من العترة ومن أئمة العترة. هذا هو الثابت، والباقي عبارة عن أكاذيب وتدليس، مفاخر مزيفة تسجل لهذا ولذاك، أكاذيب في أكاذيب. هذا هو الدين، هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع. عندنا وصية قرآن وعترة. العترة مصدر تشريع، ما يقوله العترة حجة علينا وعلى الجميع وعلى الجميع. إن قالوا هذا هو القرآن فأخذنا به، إن قالوا هذا ليس القرآن ولكنه حجة ومنجز ومعذر فأخذنا به. تذهب أمام الله سبحانه وتعالى تقول أنا اتبعت هذا القرآن. لماذا اتبعت هذا القرآن؟ تقول لأني اتبعت العترة. لماذا اتبعت العترة؟ تقول لأن النبي أوصى بالعترة، فأوصى بالقرآن والعترة وليس عندي مصدر تشريع آخر، وقد توفى النبي فأنا أتبع العترة، أتبع وصية النبي، فتكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. إن أديت العمل وتبين بهذا العمل الفعل الواجب المستحب العبادة، تبين خطأ هذا العمل، أنت معذور. هذه معذرية لأنك اتبعت الطريق الصحيح، اتبعت العترة، والعترة قالت اتبع هذا القرآن. لكن إن قلت الآن قلت لا يوجد قرآن، قرآن محرف والقرآن لا يثبت، ويوجد قول فلان وقول علان، وهذا الصحابي كذا، وهذه القضية معطلة، وهذا القرآن جمع عثمان وذاك جمع أبو بكر، وقلت أنا لا أخذ به، وأنت تركت هذا، ففي يوم القيامة وتذهب بين يدي الله ويتبين بأن الحكم الصحيح، الحكم الصحيح هو الحكم الموجود في هذا القرآن، الحكم الصحيح هو الحكم الذي أشار إليه العترة في هذا القرآن. هل تكون معذورا أمام الله؟ لا. إذن هذا سيكون منجزا ومنجزا عليك وتعاقب لتركك الحكم. هذا هو التنجيز والتعذير في القرآن، هذا هو التنجيز والتعذير في القرآن. فما نص عليه العترة وما ثبت عن العترة هو حجة علينا وعلى الجميع، هو حجة. إذن هو منجز ومعذر، ينجز علينا الحكم الشرعي فيجب علينا الامتثال، وإلا سنعاقب وسينزل علينا العذاب والعقاب. وإن كان منجز ومعذر وتبين بأنه يوجد تحريف، يوجد خطأ في القرآن، يوجد سوء فهم في القرآن، يوجد خطأ في الرواية، فهنا عندما يحتج علينا في الحساب نقول يا ربنا هذا الذي سلكناه في طريق العترة، فيقول إذن أنتم معذورون. بالرغم من أننا لم ندرك الواقع نكون من المعذورين أمام الله سبحانه وتعالى.
فالعترة العترة هي الحجة، وهي المنجي في الدنيا والآخرة. لاحظ الآن. إذن نعود إلى ما قال، يقول إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين، فلهذا نسب إليه. وأكتفي بهذا المقدار من الكلام، ونكمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء